إن العراق بشعبه نهر لظامي، ولكل مظلوم ومضطهد محامي، بضيائه مترافعا ضد الظلام، متوشحا ومتوجا بالاحترام. لا يعتدي بل يفتدي غصن الندي أو عش طير، ببنانه ولسانه وجنانه يسعى لخير. في ثوب عاشقه شذا وبعين شانئه قذى، هو فارس فيما إذا عادوا وعاده، هو جيد جدا إذا ذكرت إجاده. أعياده عز ونصر أو شهادة، في من ترى إن لم تكن فيه السيادة، وهو الذي حتى بعين الله راقي، لا ينحني إلا لخالقه عراقي. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم وألف هلا بيكم ومرحبا. وهذه ليلة جديدة من ليالي الخير عبر قناة الفلوجة الفضائية، نلتقيكم ونرحب بكم ونرحب بضيوفنا الأعزاء اللي حلوا علينا مثل ما تحل البركة على كل الأماكن. حياك الله أستاذنا العزيز الدكتور عبد الوهاب العاني أكاديمي، حياك الله. حياك الله وتحية طيبة لجنابك والكادر قناة الفلوجة التي يعني نترقبها كل سنة كما نترقب هلال رمضان يا حبيبي، لأن دائما تتحفنا بصراحة التعاليل والتسالي الرمضانية. وجودك وبحضورك، شكرا جزيلا بهذا الوجه النير والخير. ممنون لك. الله يعزك، آنست وشرفت. الله يحفظك. الشاعر المبدع أحمد السرهيد، حياك الله وبياك. ومن قال حي بركة، يا هلا، ما عليك زود، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم حياك آمين. الله. شلون جيتك من الديرة؟ والله الحمد لله. الله يعزك، آنستنا وشرفتنا. أنت الأنس والشرف. الله تعيش وتسلم. الله يسلمك. الله شيخي وحبيبي وصديقي المنشد حياك الله يعزك أركان القيسي. حبيبي أستاذ حسام، حياك الله وحيا الله الضيوف الكرام، حيا الله المشاهدين. صيام مقبول إن شاء الله ورمضان كريم اللهم على الأمة الإسلامية جميعا. الله يتقبل الطاعات إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. كل الهلا بكم، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة الظل على الجميع. بوجودك وبصوتك الله حبيبي، يحفظكم. يعزك على الله. راس. يا صديقي العازف المبدع الراقي أستاذ سعد قيس، حياك الله. حبيبي ابو رقية الذهب، شلون أمورك؟ والله بخير الحمد لله. أخبارك؟ خير. اليوم العزيز. الفطور شويه. اليوم السحور علي. اي حبيبي. ان شاء الله. اي والله تشرفوني. رمضان كريم الله على يعزكم، الجميع. الله يعزكم ويبارك بكم. الدكتور والشعراء ألف هلا والله محييكم. دكتورنا العزيز، جنابك دكتوراه في الشريعة. نعم. في الشريعة، في ايش تحديدا من الشريعة؟ التخصص الدقيق فقه مقارن. الله يحفظك. شلون يا عيني. الله يسلمك. شلون نقدر نستثمر الشريعة بهذه الأيام؟ يعني هذه المرتبة العالية اللي يصلها العالم الآن. أنت جنابك من العلماء الذين نعتز بهم. استغفر الله. الله يحفظك. نحن نبقى طلاب علم. والنعمة، أو طالب العلم هو عالم، ما زال يطلب علم هو عالم، يبحث عن علم. الله يحفظك. كيف نقدر نستثمرها بحل النزاعات المجتمعية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. يوجد حديث ولو حديث ضعيف، لكن الحديث الضعيف يعني كما معروف لدى علماء الحديث يؤخذ بفضائل الأعمال. نعم. الحديث يرويه الطبراني: إن في أيام دهركم هذه نفحات. نعم. فتعرضوا لها لعلها أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الله. فإحنا في هذه الأجواء اللي هي أجواء شهر رمضان المبارك، والله تعالى يعني له خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. شهر رمضان يختلف عن باقي الأشهر. نعم. شهر رمضان كما تعلمون هو أحد الأشهر اللي هي أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. نعم. في كتاب الله. فشهر رمضان اختص بميزة تختلف عن الأشهر الباقية. ورمضان شهري وأنا أجزي به. جزاك الله خير. بالضبط. يعني في الحديث الصحيح أنه رمضان شهري وأنا أجزي به. الله. فشهر رمضان هو شهر لله تعالى، يعني الأجور فيه مضاعفة، فيه بركة، يعني بركة في كل شيء. الإنسان يعني ينقطع عن الفوضى اللي هي الموجودة في 11 شهرا. نعم. هو هذا المسلم الحق يعني يعيش في أجواء 30 يوما. نعم. هو هذا الإنسان يفترض المسلم أن يعيشه. جو الإياب. جو يعني رحماني في كل أوقاته. الله. يعني هناك نظام إلهي في هذا الشهر. يعني لو بدينا من فترة السحور. نعم. نقول
النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بقضية الاهتمام بمسألة السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. بركة. لأنه الإنسان يكسب أول شيء صلاة الفجر. نعم. ثاني شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يعني ابنته فاطمة يعني أول ساعات الفجر هي ساعات بركة. نعم. يوزع فيها الله تعالى الأرزاق. فالإنسان لو استغل فعلا شهر رمضان بهذه الميزات اللي يعني الله سبحانه وتعالى حباها لهذا الشهر الكريم، نعم. أعتقد باقي الأشهر تكون له يعني خفيفة. الله. الصيام جنة، صحيح العلماء الحديث فسروا قضية الجنة هي الوقاية من النار، لكن لها الجنة فيها بعد أبعد من قضية يعني بعد دنيوي. نعم. جنة من أنه يعني جنبك أمور هواية زين. اللي هي مثلا الآن تفضلت طرحت موضوع قضية أنه كيف واحد يجتنب المشاكل، النزاعات والمشاكل، خاصة إحنا في مجتمع والظرف اللي يمر فيه العراق خاصة ظرف يعني غير مستقر. ظرف يعني فيه فاقة، فيه مشاكل، حتى المشاكل الاجتماعية هناك يعني لماذا هناك أكثر مشاكل اجتماعية؟ بصراحة يعني المنهج الرباني اللي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للعباد غير مطبق. يعني قضية مبتعدين عنه، مبتعدين أكيد، فأكيد راح يكون هناك يعني هاي الفوضى اللي تنعيشها الآن في الحياة. فشهر رمضان هو تجديد العهد، الله. تجديد توبة مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد يبين لنا أنه أنت إذا رتبت أمورك في هذا الشهر باقي الأشهر تكون عليك سهلة. دكتور حتى لو عفوا يعني البعيد خلينا نقول عنه والمتحدث أيضا، حتى لو كنت سيئا في السنة، في باقي السنة، هذا مو معناه أنه جاء رمضان والله أنا أصلا من قاعي ما أصلي أو أنا ما أدري شنو كذا. وهذا هذا الإياب هو حتى الله سبحانه وتعالى يمتدح عبده عندما يقول أواب، إنه أواب. صح، صدقت. يعني يعود كثير إياب، أواب من صيغة المبالغة، فعال. تمام. يعني شهر رمضان هو شهر يعني مثل ما تفضلت انه الانسان يعني صدق انه تارك نوعا ما يعني خارج رمضان العبادات وهذه، فهذا بس هذا ما يعطي تبرير انه يتركها في رمضان. يعني كل عبادة هي مستقلة بالضبط كتصفية حسابات. يعني لا نحبط الآخرين. نعم. مثلا وشهر العفو، شهر العفو، شهر التسامح، شهر المغفرة، الله. شهر القرآن، الله. يعني جملة وتفصيلا، يعني الله. شهر أنزل فيه القرآن، الله. شهر مبارك. لذلك يعني وبعدين شهر تصفد فيه الشياطين. يعني هو إذا صفدت الشياطين فأكيد تقل المشاكل. احنا بخير. هذا يمكن أحد طلبة العلم يسأل أحد العارفين فقال هل الشياطين تنام؟ قال لو تنام لارتحنا منهم قليلا. الله يحفظك دكتور، والنعم انك تسلم. شاعري المبدع الراقي على هالاجواء المحمديه، شو راح تسمعنا؟ ابوديات عن النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام. يا ريت والله، من الشعر المجنس. كلام الله مع العود. كلام الله ظهر مكتوب باسمه، محمد يدخلون الدين باسمه، على دينه ايش كثر عادوه، بس ما ترك دينه وخضع للجاهلين. الله. ظله وما يجي سلفات عدواه، محمد ما يلوح بإيد عدواه. الله. اللي يشم منه سقم وتصيبه عدواه، ينسى الخوف والعله سويه. الله. إلا حسره إلا حسره بدليلي عن نبيه، إلا حسره بدليلي عن نبيه، بكت روحه وحكت لي عن نبيه، تغصب أبيات قصة عن نبيها، محمد سيد الكون وأبيه. الله. محمد سيد الكون وأبيه. أيوة. شوف أبيه، هاي مالت الديرة. أنت دائما تبتسم من نجيب لك من الديرة، مو؟ على راسي. الله. هو على طاري العنة، الله يبعدنا عن العنة إن شاء الله. آمين. ولكن نوباتك وبعض العنات من الاشتياق واللهفة، مو؟ طبعا. هاي جائزة وبها من الوفاء شيء ترى. أكيد. يعني ما يبكي على يحب هذا اغسل يدك منه. صح. نريد نبكي شيخي. تبكون مو أنت بعد الناس بعد إنجاز بينا. أبيات عن الوفاء. نعم.
ويعني اختيار الصاحب الزين. يا الله. أي نعم. هي طبعا تنسب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي عنه. أي نعم رحمه الله. معروف الإمام الشافعي ما شاء الله كنز من كنوز الأمة المحمدية. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. الله الله. ففي الناس أبدال. نعم. إيه. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده. الله العشرة. اي نعم. وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله. سلام 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 على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. الله 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 الله. طيب الله أنفاسك. يعني لم يكن، أعتقد هي مرات يعني أكو قاعدة لغوية تصير لم يكو. نعم. بس يحتاجها الشاعر حتى النوني قاعد الميزان. ها. نعم. أحسنت صديقي المبدع صاحب الريشة الجميلة. أشكرك. نسمع من عندك شيء. نسمع. ماذا ستعزف لنا؟ أخبرنا. والله شيء يعني يجي ببالي مقام البيات. البيات. ونتفرع عليه. والبيات اكو واحد يعني كيف من يسمع البيات. يضحك الواحد هذا. يلا قول.
الله الله، هاي هيك حلو البيات. اي سولف لنا على البيات المقامات- شوي. من المقامات الرئيسيه هذا. اي مقام عراقي هذا، البيات عراقي؟ عليه هوايه اغاني، هوايه ناشيد، هوايه شغلات. هو يعتبر عراقي شيخي؟ والبيات بكل الدول موجود. اي اكيد اي. بس الاسم مالتنا هذا البيات. ممكن بيات، ممكن إيه. تسمية، هو تسمية عربية. نعم. شو ما جتني فزعه اليوم من الربع، قولوا لي كل شو آه. ماكو، يقول اليوم فك روحك اليوم. يوم علينا. اي إيه. لا يا سلام يا سلام المقامات والله. الرئيسية واللي يعني والضروريه يعني إيه، بيها بكل شجن. الشغلات إيه يعني نعم يستخدموه هوايه. صح. حلو حلو، نريد والله تحكي لنا عليه يعني من الثقافه الموسيقيه شويه. نعم. نسمع منه. طبعا احنا العراقيين إيه. اللي يميزنا انه كل المقامات حتى الفرحة نخلي لها حزن. ايه إيه. مو بيدنا. بيات يعني هو احنا لو غيرنا إحنا جينا نقول للدنيا بيات دل سلطنة الولد شوي يعني. برقية. بالضبط. بيسلطنه شوي أحسنت. البيات بيسلطنه. إيه لا لا بربع فعلا تون. سلطنه. بربع تون إيه. شوي. شي خلصنا اليوم موسيقى. سلطنه يعني من جذر سلاطين. احو على قولتكم. إيه اي نعم. لا يا سلام والله سلاطيني والله. إيه نعم. احسنتم. دكتوري العزيز الغالي، نعم. هذا الشهر الفضيل المبارك، ايام المفترجه والحلوه، الطلاب بالجامعه التزامهم شنو وضعه؟ والله حقيقة يعني حقيقة مؤلمة يعني ومبكية بصراحة. تغيرت النظرة الآن بالنسبة يعني بدل أن يكون رمضان استقباله من قبل الطلاب يعني نعم استقبال ضيف أي. يعني فعلا. الآن يعني الطالب ينظر لشهر رمضان إنه نوع من العبء ثقيل. يعني ثقيل إلى جانب يعني الكم الهائل من الدراسة، الامتحانات، خاصة هو يصادف يعني بفترات امتحانات صحيح. الغالب. فلذلك يعني تجد أكثر الطلاب يعني خاصة بفترة الامتحانات يلتجون إلى أنه يفطرون برمضان، لو يفطر لو ما يجي أو ما يجي. طبعا احنا نعرف أنه إفطار رمضان يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الله سبحانه وتعالى ذكر المرض والسفر شرطين. أما قضية أنه طالب عنده امتحانات يتعذر بالامتحانات ويفطر ما يصح، ولا يوجد يعني شيخ يفتي له بهذا الأمر إلا إذا كان يعني مسألة مصيرية وآخر، إلا إذا كان بالضبط يعني يؤدي إلى إرهاق نوعا ما مثلا. وبنصيحة الطبيب يعني الطبيب في هذه الحالة يكون هو المفتي إذا يعني نصح قال أنه مو زين عليك أو عنده مثلا مرض بصومة ممكن أنه تتأزم حالته الصحية. أما أنه يصير عادة شائعة لدى الطلاب برمضان يفطر، فهذه يعني غير بصراحة غير محبذة. طيب. هذا أداء الطالب. أداء الأستاذ طبعا بالمقابل يعني هو نعرف احنا بالجامعات وحتى تصور حتى المدارس يعني في شهر رمضان يقلص الدوام. نعم. أي لأن في نعرف احنا في فترة السحور، فيعني الجامعات الآن في كردستان أو حتى يجوز في بغداد والمحافظات يعني يبدأ ب8:30 أو كذا، راح يصير ممكن ب9 نص ساعة يعني يتمدد أو حتى يقربوا بالضبط. وبالنهاية أيضا يخلص. قضية أيضا التعامل مع الطالب يفترض التدريسي يعني لا يرهق الطالب. يعني احنا مو هو يريد له حجة وأستاذي يزيده يعني واقف على شعره، واقف على شعره. أي فلا يعني مفترض يعني ينظرون هذه المسألة يعني الله سبحانه وتعالى كريم. نعم. يعني خلينا نستمد من كرم الله سبحانه وتعالى ويكون أيضا الأستاذ كريم من هذه الناحية. صحيح. يعني بقضية الأسئلة أيضا لا يرهق الطلاب بالأسئلة، حتى الإنسان لا ينفر من هذه العبادة. نعم. يعني أنا أحبذ هو دكتور يمكن بس هاي السنة يمكن إجا الشهر الفضيل بأيام الامتحانات وكذا يعني تمام بالضبط. ويجوز السنة القادمة الله يعني يطول بعماركم المشاهدين مو قبلها هم إجا. اي هو لان كل سنه اعتقد 10 ايام 10 ايام. ثاني شيء يعني الطالب يفترض اكو توعيه للطلاب. يعني رمضان هو مثل ما ذكرناها قبل قليل. نعم. هو اعاده صياغه لليوم، اعاده تنظيم. اذا الطالب مثلا بعدين هو في ناحيه اقتصاديه برمضان. نعم. الطالب يعني ينظرها من جانب اخر. الطالب اول شيء يعني ما راح ينشغل بالوجبات الفطور مثلا ريوق أو الغداء، فراح يكون عنده مجال متسع. ثاني شيء قضية
راح يترك ايضا التواصل الاجتماعي بالضبط، البرامج التواصل الاجتماعي راح يتركها ايضا، فراح يكون عنده متسع، راح يتنظم وقته. يعني والقراءة لا تجوع لا تعب لا القراءة هي، وبالعكس إذا أنت جاي تعبي. وأفضل الأوقات ممكن إنه يختارها بعد صلاة الفجر مثلا، أفضل شيء، لأنه الدماغ يعني يكون عنده فريش بعده، يعني بعد ما صار بيخزين مثل الهارد، يعني كل يوم تملي ويراد لتفريغ. وهذه عندك ايضا بعد العصر لا، لانه في وقت قريب للافطار، ويكون الانسان يعني نوعا ما شويه بدا يجوع. لا ننسى انه ايضا الان احنا في موسم الشتاء، يعني صدق احنا بنهايه الشتاء، يعني النهار قصير نوعا ما. نعم. يعني اكو في هذه. نعم. زين هذول الطلاب اللي مقضيها نايم والله هو نايم ويقول صايم ماني نايم، هذا النوم شلون؟ هو يعني اكو حديث، بس هذا حديث ضعيف اصلا، حتى موضوع يعني نوم المؤمن او الصائم عباده. لا اكو عند نوم الظالم عباده، مو او نوم الظالم. لو هذا مثل نوم الظالم عباده. زين مثل نومه ما ترحم، هو ظالم لو طالب. زين واحد النوم صحيح، الله سبحانه وتعالى جعل أوقات للنوم، وجعلنا الليل سكنا، نومكم سباتا، ووقتا معروف محدود، وأكو نوعا ما يعني اللي هو الظهيرة اللي هي القيلولة، أيضا ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطالب تلقيه يعني خاصة بالعطل مثلا أو بالأوف الجامعة أو غيرها، يقضي النهار كله نوم. زين وين مجال الطاعة مالتك؟ فعلا دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى تريد يكرمك، ويعني ماكو اخذ وعطاء يا عيني والله. ايوه ردوا بدل. شيخي يعني احنا على طاري النوم وهاي التفاصيل وكذا، احنا ذاك اليوم هسه ذكر حضرة الدكتور كلمة قيلولة. نعم. خواتها عيلولة وحيلولة. نعم. لا تسمع، لا عود تعلولة، خلينا نحكي بالنوم ما تسمعني. هذه حيلولة يستعملوها الإعلاميين، يعني هو مصطلح يتداولوه. كانت الحيلولة دون ذلك. حيلولة شنو؟ يقول نومة ما بعد الفجر، صليت فجر لا تنام، لأنه إذا هاي النومة يسموها الحيلولة ستحول بينك وبين رزقك. ظل قاعد خلص أعمالك وأشغالك وما أدري شنو، عود للظهر، نومة الظهر هذه القيلولة يقول هي أنفع نومة. حتى لو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يقول شوية حتى لو 10 دقائق ربع ساعة. والعيلولة يا هي أنت يمكن تنام هاي العيلولة والله العظيم، هاي بعد العصر. شايف يقول مو تقعد أول الليل، تقعد معلعل صحيح تعبان على العصر. بعد العصر. الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم ان شاء الله. شاعري المبدع الصديق الغالي، ايش راح تسمعنا؟ ايش تقرا انت؟ ادري بيك، لا اعرف بيك تشتغل على بعض اغراض الشعر اللي بها المعالجات المجتمعيه، بعض الحالات ترصدها وكذا. اكو من هذا اي نعم موجود ان شاء الله. يلا يا الله، اذا تحكي لنا قصه اذا تحب او تريد تدخل بالقوافل. راح اقرا لك اذا قصه الفتاه. يلا. اكو فتاه فاقدة عقل. فاقدة العقل. فاقدة عقل. زين. تخرج من بيتها رغم فرق بين فاقدة العقل وفاقدة عقل، ذيك بلا ألف ولام. بيها ترى. تخرج من بيتها رغم مراقبة أهلها لها. زين. أثناء خروجها اغتصبها أحد أولاد الحرام. الله. فحملت بطفل. بالعادة لما نشوف شخص سيء، بنت سيئة، نقول هذا الخلل في عرجها. نعم. استنادا إلى قول الرسول الكريم: اتبعوا العرق فإن العرق دساس. فترد الفتاة على لسان حالها إنه هذا اللي صار مو عرج، لا، والطالب بابنها. أي نعم. فتقول: مباقي الشرف تشيبي يبصر ختعيش، وهم علهم بنص جرح شديته، عقل انسلب شو عرضه همرد مسلوب. عقل انسلب شو عرضه همرد مسلوب، مكتوب ضيع العفة لو حاكيته، مو عرجح بدرب العوج لا والله، ومو قصد اريد العيب من ناغيته، ابن ام حاسب من نجب شفتشكليت، مو فطنه واعرف نيتي تكره نيتي. الله. مو فطنه واعرف نيتي تكره نيتي، عشت العمر مرجوحه بجفوف ايتام، ياهو الدفعنا بضحك رد البيت. الله. عشت العمر مرجوحه بجفوف ايتام،
ياهو دفعنا بضحك رد لبيته. ايش مدري نشدت روح مثل الدخان، واعثر قبل لا اوصل لتاليته. ومدري الضمير يموت، ومدري الضمير يموت كان موت الروح. كان من الاول خير ما سميته. نعم. ورد ذنبي ياكل بيه كان خشبه بنار. رغم انا علمه زين ما دليته. الله. اصرخ صرت ما افتهم شنو يصير. الله. الحسب على قد صار ما غنيته. الله. اصرخ صرت ما ادري. ما افتهم شنو يصير. إيه؟ الحسب على قد صار ما غنيته. ايش مدري يعني طفلي يصير شجره بهالقاع. بطنه كبرت والعيب ما رديته. الله. سعفايا قلبي الريت ما تنطر ريح. سعفايا قلبي ريتي. الريت ما تنطر ريح. ايه. شلون انطي ابن العاش مو داريته. الله. وياي ساكن كم شهر ما يزاد. ايه. من روح لما جاء زاد انطيته. ايه. العوز مرني العوز مرني وراح امس قوه يقوم. مو نخله بس احساس حب راويته. ذنبانه عقل صغير مثل الاطفال كان ما بقى طفيله من حبيته. الله. ذنبانه عقل صغير مثل الاطفال كان ما بقى طفيله من حبيته. مثل الملاك حسبته يطلع شيطان. الله. مثل الملاك حسبته يطلع شيطان. خلاني اعيش بحال ما تانيته. كون الله يذبح روحه بيده وينضام ما ينذبح وانسان يدفع ديته. الله. ما ينذبح وانسان الله. يدفع ديته. الله. سلامتكم. جزيت خيرا. الله يحفظك ابو يعني الله يسلمك. حتى فاقدة العقل يعني هم ما تخلص من يعني المجرمين، وهذا الخير تكلم بلسانها. أحسنت. ما عليك زين. الله يسلمك. أنا أدري بك أنت أيضا عندك انشغال واهتمام بموضوع البحور والأوزان. نعم. وأظنك العروضي يعني رقمك الأول الثاني في محافظة الأنبار. هذا من فضل رب العالمين. مو علم واحد من يريد يتبع طريق العلم يوصل. طيب هذا يا ميزان اللي سمعتنا اياه. هذا الميمر. اللي هو مستفعل اذا اضيف لعله المد يصير مستفعل مفعولان او مستفعلان. اي. وبدون مد مستفعل. حلو. او مفعولون. هاي هو عندي ايضا شاعر اخر من عمره، عروضيين صغار اثنينهم يحشوا لك بالتقاطيع والتفاعيل وهاي التفاصيل وكذا. هنا عندك حرف زايد، هنا انا عندك مدري شنو زايد، هنا قلت هاي الناس ما ادري هم يردون يسمعون كذا. قلت عيني هذه السوالف مالتكم مال فراهيدي مو قالوي. قلت لهم انتم تعيبون على الفرهوديين مو ذولا جماعه فرهود يا محمدي كل من يبوق هيجي. انا قلت لهم انا بالنص لا فراهيدي هناك ولا فرهودي بالنص دولي وسط هم وسط. الله يحفظك. الله يبارك فيك. قصيده الي اسمعك اني والله يا ريت. والله شرف والله. ترى انا استغل يعني هذا اتشرف والله اتشرف اقرا لكم من شعر يعني خلينا نشوف شنو هذا الشعر شو يسموه. يجوز يطلع حتى مو شعر. لك شعر. الله يعزك وعليكم زود. من باب الادب ندخل على الناس، ومن باب الكرم نستقبل الضيف. نعم منك. من باب الأدب ندخل على الناس، ومن باب الكرم نستقبل الضيف. إذا شفناها عطشت نمطر إحساس مطر كانون الأول مو مطر صيف. الله الله. أهل الليل، هذا الليل أهل الليل لكن مو أهل كاس. الله. أهل فنجان من الكيف للسيف. اللي يخون الله يعزك اللي يخون الملح والزات لا بس نجي ونزوره بس يجوز بالطيف. نمد الايد للظلام تنباس. نمد الايد للظلام تنباس. نغلس على الخطأ والحيف. مو حيف مو بالكيف لما نرفع الراس ولكن ما ندنق الراس بالكيف. مو بالكيف لما نرفع الراس ولكن ما ندنق الراس بالكيف. تعدي العاصفة وموقفنا تمثال. والنعم. أهل يسلمك الله. الله يسلمك. تعدي العاصفة وموقفنا تمثال. وإذا ما صرنا صح ما صرنا أبواق. إذا مو بالشرف ما نشغل البال ونقول الله كريم والله رزاق.
نسولف مسطرة وما نحكي في رجال. الله. نسولف مسطرة وما نحكي في رجال. نحب البار حيل ونكره العاق. صدق هاي وأبد مو كلمة تنقال. إذا يومين ما مر ضيف نشتاق. وجابوا طاري عمرو وزيد بالمال. جابوا طاري عمرو وزيد بالمال. ومنو الأكثر كواغد عنده وأوراق؟ وعلى المتمكن أكثر صار الإشكال. وعركة وهوسة صارت يم الأسواق. وجينا وقلنا لأهل القيل والقال شريك الناس كلها اللي عنده أخلاق. شريك الناس كلها اللي عنده أخلاق. الله عليك. الله يعزكم ويحفظكم. الله عليك. الله يعزكم. الله يحفظكم. لا ما عليك زود يسلمك. دكتورنا أكو معالجة عن طريق الشرع لكل القضايا، خاصة شرعنا الحنيف، شرع ديننا الحنيف. ولكن أكو قضية يعني هي تكاد تعصف بالمجتمع للأسف، اللي هي قضية الانفصال والطلاق والمشاكل الزوجية وهذه الأمور. شنو المساهمات الشرعية بهذا الموضوع، خاصة شرعنا الكريم؟ طبعا يعني مسائل الطلاق الله سبحانه وتعالى يعني استأثر بها بصورة كاملة، اللي هي سورة الطلاق. نعم. ذكرت في القرآن الكريم. نعم. وذكرت أيضا في يعني سور أخرى. والله سبحانه وتعالى يعني وضع حلول. نعم. يعني هي أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. آخر الطلاق قد يكون يعني بالعكس خروج من مشكلة، علاج لكلا الطرفين، الزوجة والزوجين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نعم. فالطلاق وارد وأمر طبيعي يعني. لكن اللي بمجتمعنا بصراحة اللي هسه اللحظة يعني الكم الهائل شهريا، يعني أنا أدرس في قسم القانون بصراحة وعلى اطلاع يعني من الأساتذة اللي ويانا بالقانون، وهذا حالات يعني بالآلاف، آلاف مؤلفة. أي آلاف مؤلفة. يعني هذا ينذر بكارثة بصراحة، تفكك للمجتمع. تفكك المجتمع، لأنه الآن أصلا أكو عزوف عن الزواج. يعني عزوف عن الزواج عن البنت اللي هي يعني ما مرتبطة، اللي هي بكر. فما بالك بالمرأة التي طلقت. زين. هاي راح تكون يعني عبء. نعم. يعني على المجتمع. يعني بصراحة ينذر إلى الأمر كارثي ممكن قد يتحقق. والآن المجتمع احنا تنشوفه يعني مشرع أبوابه لأنواع الفساد. الإعلام ما مقصر، يعني النت أيضا الشبكة العنكبوتية، يعني اللي هي عزلة المجتمع عزل كامل بصراحة عن الأسرة، حتى عن الزوج داخل البيت الواحد. فقضية العلاج يعني يفترض أنه شرعنا الحنيف دكتوري شنو اللي قال هذا البيت كيف يبنى؟ احنا حتى بالقرآن انطونا الدستور المودة والرحمة. أكيد. أي. هذن إذا نشتغل عليهن اثنينهن صدقت نطلع يعني بنتيجة. هو طبعا الأمور اللي توصل للطلاق دلالة أكو خلل من البداية. نعم. يعني البداية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله سماه سكن، يعني الزواج سكن من السكون والهدوء. بالضبط. السكون والهدوء، يعني مو فقط بيت أو كذا يجمع شخصين وكذا. بعدين هذا يعني مشروع بين رجل وامرأة، زوج وزوجة. نعم. مشروع العمر، مو دشداشة تلبسها وتنزعها ورا شوية. نعم. لذلك قضية الطلاق يعني أولياتها بالزواج. نعم. يعني يفترض أنه تكون هناك خطوات صحيحة لاختيار الزوج المناسب، البنت المناسبة أيضا. قبل يومين أو ثلاثة يعني على الفيس طرقت مسألة أنه هل يجوز للمرأة أنه تعرض نفسها للزواج؟ نعم. طبعا أكيد يجوز. لأنه سيدنا شعيب عرض إحدى بناته على سيدنا موسى. نعم. سيدنا خديجة أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طلبت يعني خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أو سيدنا حفصة زوجة بنت سيدنا عمر. نعم. أيضا عرضت لسيدنا أبو بكر عمر عثمان، بعد ذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني اختيار الزوج بصراحة مهم جدا. نعم. يعني أنت كأنه تتخلي لبنة حتى تأسس بيت
مجتمع. الإسلام ينظر للطلاق نظرة بصراحة نظرة سلبية، يعني لأنه راح يدمر عائلة أسرة. دكتور نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة، يعني بكلمة لكل منهما. بصراحة النصيحة للزوج والزوجة أنه يعني يحاولون يستوعبون بعضهم البعض، يحاولون يحوون المشاكل. المشاكل كلما يعني حددت في إطار البيت الواحد وما انتشرت خارج البيت ممكن القضاء عليها بسهولة. لذلك احنا احسن نعرفها لقضية الطلاق. نعم. الطلاق يقع على مراحل. نعم. اللي هو أول شيء الطلاق الرجعي. نعم. اللي هو طلقة واحدة. نعم. جناب الشيخ. نعم. من يطلقها طلقة واحدة أو حتى إذا قالها أنت طالق بالثلاثة تقع طلقة واحدة هذه في المفتى يعني وحتى في المحاكم الآن طلقة واحدة. زين. المتعارف عليه في مجتمعاتنا أنه المرأة من طلقها زوجها تأخذ ملابسها وتروح البيت أهلها. هذا شيء غلط. شوالات. وهذا طبعا شيء غلط مو صحيح. أي لأنه راح تزداد المشاكل. بينما الشرع يقول لها تقي في بيتك. نعم. لأنه يكون هناك خيط ممكن أنه يعني ترجع هذه الشقة اللي حدث بين الزوج والزوجة. يا سلام. أي فيعني النصيحة لكلا الزوجين أنهم يعني أسرار لا يمكن أنه يذيعوها إلى خارج الإطار البيت. الآن ما شاء الله يعني الفيسبوك والهذه أول بأول يعني المشاكل. دكتوري أنا مجاراة لحديثك، يعني جنابك شلون جملة ذهبية قلت تبقى المشاكل ببيت واحد. شوف أنا شو راح أشتغل عليها، بيت واحد وبالبيت الواحد بغرفة واحدة أكيد، وبالغرفة الواحدة يوم واحد من عندكم يعني حتى واحد يشيله ويروح له مو أمام الأولاد. اي نعم. جريمة هذه حبيبي. حتى يعني أثناء مشاهدتي لبعض الأخبار أنه بعض الدول قبل الزواج يعدون الزوج والزوجة يعني يدخلون دورة، يعرف الزوج يعرف حقوق الزوجة شنو والزوجة تعرف حقوق الزوج شنو من البداية. هاي للأسف طبعا عند مو دول إسلامية. أحسنت. مو لا حتى بعض الدول الإسلامية اللي شرق آسيا طبق هذا القانون. هاي سوالف اندونيسيا بالضبط. مو بالله بالضبط. احنا نحتاج مثل صراحة. نعم. حتى نوعي الزوج والزوجة قبل لا يدخلون في شرق آسيا مثلا هسه هناك سكل الحج أو العمرة أو كذا يطبقوها يعني. اي باني لهم اي صحيح. ففعلا يعني اقتراح جميل جدا. جميل جدا. ضروري والله يعني يصير لنا مثل اعرف ليش ضروري شيخي حبيب القلب. اريد اسمع من عندك شيء يعني قبل انه تنشد لنا من انشادك الجميل. الله يعزك. هذا الصوت الحلو اولا هو هديه من رب السماوات العلى ذلك فضل الله لبعض خلقه، وانت من الذين استلموا هذه الهديه ووظفت خير توظيف بحب الله وبالإنسانية وبالخير والبركة. الله يعزك. شلون تقدر أو شلون يعني يقدر صاحب الصوت الجميل يحافظ على جمال صوته وربما يطور من عنده على أن يكون صوته جميل، الخامة حلوة بس عاد يشتغل على نفسه شلون؟ طيب بالبداية أريد يعني ذكرت كلام جميل جدا أنه رب العالمين يعني أنعم علينا بهذه النعمة كما يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. الله. في آية أخرى يقول جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء. نعم. في رواية يزيد في الحلق ما يشاء. الله. قيل أنها الصوت الحسن يعني. يا عيني. أي سبحان الله. هذه نسأل الله أن يستخدمنا بطاعته إن شاء الله. يا الله. قضية الصوت أي شيء الآن بالدنيا إذا ما يحتاج صقل وممارسة وعدم ترك يخرب. إدامة. بالضبط. زين. يعني حتى الأستاذ أكيد يعرف حضرتك إذا تعرفون مثلا مجال الشعر فترة ما تكتب. لا أنا إذا أعرف الشعر أكتب أحلى. بس أحكي لي هذا أصابع يجوز تمرين ضروري. مثل أهل كمال الأجسام. إذا ترك ممكن يخرب. نعم أكيد. كذلك الصوت بحاجة إلى استمرارية ومداومة إلى عدم الإهمال في حتى الأكل يأثر على الصوت. طيب أنا شيخي أسمعك تسوي تمارين يعني مرات صح. حتى قبل التسجيل أسمعك. صح. والله إحنا مرات نقعد يعني ويا الأخوة والزملاء والأعزاء والأساتذة. نعم. وإذني يمك هناك شوي أسمع منا وشوي أي تتمرن دائما. إحنا مثل لاعبي كرة القدم قبل لا ينزل اللعبة يسوي حمار. يا عيني. وكذلك إحنا هاي ملعبنا. طيب سولف لي أريد أسمع وأريد فد مسألة أنا أحتاجها. نعم. واحد من الناس. نعم. مرات الصوت المبحوح ماكو. زين. لازم طار المشاكل. ايش الدعوه المشاكل حد الصوت المبعوح. لا مرات جراء يعني
تكرار الصعود على المسارح والمنصات والعرافة وهاي التفاصيل وكذا، يسموها هذه أمراض المذيعين، أمراض المعلمين، أمراض الخطباء بأصواتهم تكون. صدق. هذا اكو زيوت يوصفون، يبيعون لنا زيوت واحنا نشتري. هي اهم نقطة انه الانسان يعرف طبقة صوته. خش. يعني ما يجي صوته. انا الان كيف اعرف طبقة صوتي الاصلية اللي جاي اتحدث بها وياك؟ هي هاي طبقة صوتي. يسموهن بيزو. شنو؟ بيزو هاي يعني القرار والجواب. انت تعرف هاي بيزو ما بيزو مو؟ القرار اللي هي اقل طبقة يسولف بها. اكو جواب اللي هو عالي، اكو الجواب اللي هو اعلى، الصرخه اللي تصير. قد حلو، عالي واعلى. نعم. جميل واجمل. احسنت. فحتى ما تجد صوتك بحاجه الى انه تعرف طبقه صوتك حتى تأدي انت مرتاح. خوش. يعني انا اذا صوتي مثلا بهاي الطبقه اللي جاي اسولف بيها دقيقة مرتاح هسه. دقيقه بس مو كل الدقيقه، دقيقه شيء منها. تمام. انت الان نفذ لنا هذه اللي حكيت لنا اياها. هسه انطيك مثال ان شاء الله. بقرار وجواب بس احنا نسمعك، ما لنا علاقه. ابشر. قلنا انه يعني تعرف طبقه صوتك لازم. الشغله الثانيه ينصحون سيدنا النبي اول الناصحين بزيت الزيتون. زيت الزيتون. نعم. هذا والمغشوش يبيعون على طاري زيت الزيتون. هذا حسابهم عند الله. والابتعاد عن البهارات الحاده القويه. زين. الاشياء الحاره والطرشي واللي ياكل طرشي ما يدير بال. مرات الواحد يتوازن. زين. هاي عدلها بعد بزيت الزيتون. نعالجه. فوت سالم شيخي، خلينا نسمع. الله يحفظكم. راح نطبق عملي اللي هو قرار. بعدين صار جواب الجواب. يلا. ونتطرق على موضوع ذكرته بالبداية جميل جدا، اللي هو الناس اللي تريد تصوم برمضان بس، واكيد ناس راح تحكي عليها ليش انتم تصومون، هذول يسموهم عبدة رمضان وهذا. بالضبط. اكو مقولة تقول غاية الناس لا تدرك. كيف؟ ارضاء الناس غاية لا تدرك. نعم. فاكو ابيات جميلة لسيدنا الامام الشافعي رحمة الله عليه. شلون تخلينا نراجع الشافعي احنا؟ يقول شافعي حبيب القلب هذا حبيبي. نعم. يقول ضحكت فقالوا ألا تحتشم، يسووها يقولون. بكيت فقالوا ألا تبتسم، يعني لا على هاي راضين ولا على هاي راضين. شلون نحكي؟ بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم. الله. احنا هذا الآن قرار جانب. صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقام، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذ إذا قلت لا، يقولون شذ إذا قلت لا، وإمعة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذاب. الله عليك ويحفظكم. الله على رأس. طبعا ما أدري، أنا يمكن بايق من الشافعي. بالشعبي عندي هيك اشتغال جميل أحبه حقيقة، يعني هذا بس لا مو المطلع مالتها. أقول إذا تكتب غزل قالوا لك ايش عندك، إذا تكتب حزن ينقال هم بعدك. الله. مو الله. ما ادري شلون هيك، اذا هيك واذا مو هيك ما يرضون. زين. وهذا وذاك ينتقدك ختولي. هو يحصل لي عظيم الشرف غير الشافعي هذا. الدكتوري على طاري ارضاء الناس غاية لا تدرك. احنا ننجاز بالناس نلتهي وإرضاء الله
غاية لا تترك. لا تترك. الله. شوف شلون نعم. انا جاي على هذه. الله. احنا ننشغل بالناس لو خلي لا طبعا دين الناس لأنه للناس. يعني الناس الانبياء ما رضوا عنهم. نعم. فمن باب اولى احنا يعني اي هذا الانسان قال سيدنا موسى لله جل وعلا. نعم. قال عندي طلب، قال ما معناه تفضل، يعني ما تفضل، مو تفضل، تفضل صاحب فضل جذرها. ها ترى من يمي مرات اسويها. اي قال يعني جب لسان الناس عني، قال طلبت الطلب لي ما كتبت انا. صدق. هو الناس عن الله سبحانه وتعالى ساكتين. أبداً. لا يمكن حتى الامام سيدنا احمد بن حنبل انه يعني احد الصحابه احد السلف يعني شكى ايضا من قوم انه انا اسوي لهم كذا هم ما يسوي لي كذا وكذا، قال له وليتك تسلم يعني وليتك تسلم. وليتك تسلم يعني لو كلهم متفضل عليهم وليتك تسلم. أيه. ومع ذلك انه يعني تجابه وتقابل يعني يعني هذه موجودة بكل مجتمعات، يعني مو بس مجتمعنا الآن، لكن زادت الآن في صراحة حاليا يعني وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأنت الإنسان المطالب الله سبحانه وتعالى يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بحديث كثيرة أمر أنه المسلم يجب أن يكون يعني يتعامل بالمنهج النبوي. نعم. اللي رسمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه الناس ما راح ترضى عنك. نعم. فأنا غايتي وهدفي إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النتيجة اللي أنا أطمح أنه أحصلها في النهاية. لا يدفعك هذا الشيء إلى أنه إذا يعني يكون عندك مثلا إحباط أو كذا أو غيرها أو تمتنع عن فعل المعروف. طيب أو دكتور، أو كيف نجابه النقد من مثل واحد يتلقى نقد، كيف يصمد أمامه أو يجابه النقد سواء كان بناء أو هداما؟ البناء شلون تتقبله بيا روح. نعم. والهدام شلون تتعامل معه؟ طبعا يعني ورد عن السلف الصالح أعتقد يعني كلهم كانوا يعني مقولة شهيرة رحم الله من أهدانا عيوبنا أو يعني ما حاججت يمكن أتصور للإمام الشافعي الإمام علي ما حاججت شخصا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. هذه الإمام الشافعي. يعني أخرى يعني حتى إذا كان أكو خلاف يعني سيدنا الشافعي أتصور من جاء للعراق في القنوت. نعم. قنوت صلاة الفجر. نعم. يعني احتراما ونزولا لمقام سيدنا أبو حنيفة. نعم. يعني لأن القنوت عند الأحناف. نعم. عند الأحناف. وسيدنا الإمام مالك مأثور عنها كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية أنه أنت معرض أنه أنت للانتقاد. نعم. البناء بالعكس هذا راح يضيف لك يبني وياك يعني يكمل بنائك. بس الهدام في هذه الحالة أنه يعني ماكو إلا أنه يعني إذا هو شفت المقابل أنه متى يتقبل منك مع العلم أنه يعني تذكر له الأدلة والحجج والبراهين وكذا، ماكو سبيل إلى أنه تتركه. نعم. الصمت عنه علاج. يعني هذا علاج. أحسنت. يعني إذا كان الكلام من فالسكوت من ذهب. الله فواحد يسكت يعني لأنه يا سلام دكتور، الموسيقى هم تتكلم مو بس احنا. الموسيقى تتكلم وتحرك الأشجان بصراحة. خلي تسولف لنا هي خلينا نسمع. أنا بصراحة تعزف شيء؟ أنا مو شاعر لكن عندي الحمد لله أذن موسيقية وشاعرية ما شاء الله. فلذلك على صفحة الفيس يعني يدخل لها يشوف أشعار كثيرة، وعندي أصدقاء هواية من كل الدول. يعني شعراء وكذا. أصدقائك. أي الله أتشرف بكم. لا هي هاي الحلقة أصلا هم راح تنزل على الفيس بعد، احنا أصدقاء ما في مجال. أتشرف بكم. سمعنا شو تقول الموسيقى شو تقول؟ اسمع سماعنا هاوند المؤلف روحي الخماش. حلو.
الله 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 الله، أحسنت. يعني أنا جاني خبر مفاجأة أنه الوقت خلص. اكو هيك شيء؟ احنا تونا بدينا عيني، نقول لهم نعيد من البدايه. الله يحفظكم ان شاء الله، انستوني وشرفتوني. رمضان كريم. الله يعزكم ويبارك بيكم دكتور الغالي. انت اليوم إن شاء الله يعني زدت الوقت قيمه. الله يسلمكم. بالعكس حضور الاخوه يعني ما شاء الله ايضا يعني زاد للبرنامج وللحلقه يعني الله يسلمك. الله يسلمك. طعم ونكهه. الله يسلمك. احنا ترى هذني مو دعايه، واحنا مو تعلمنا اليوم كله صايمين، فمباوع نقول خاف صايم اقوم ناكل. احنا ننتظر الحلقه تخلص. هسه نباشر ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ممنون يا قلبي وبيك. شكرا جزيلا شاعري المبدع الغالي. اشكرك جدا. الشكر لله. الله يسلمك. حضورك وقراءاتك وانسانيتك العاليه الحاضره حبيبي في الشعر. الله يسلمك. الله يبارك فيك حبيبي، ورمضان مبارك عليك دائما ان شاء الله. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله يا قلبي. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا لحضرتك. شكرا لله. شيخنا العزيز المنشد الغالي أركان القيس، آنستنا وشرفتنا. يحفظك. وراجع لك انا والختام عندك، بس انا اللي امر عليك. احنا هيك نمر حاضرين. نوصل لهناك ونرجع. حاضرين يا ابو. شكرا استاذ سعد حبيبي، شكرا على كل ما قدمته. اشكرك. اشكر كل الكادر اللي اليوم كان ويانا بهذه السهره وهذه الليله، واخص من عندهم الهندسه الصوتيه صديقي العزيز الغالي استاذ خالد. شكرا للجميع كل اخواني ومشاهدينا الكرام، ان شاء الله نلتقيكم بليله جديده بقوه الله تعالى. الى ذلك الحين نقول لكم في امان الله. تفضل. صيامي عن سواكم فرض عين، ورؤية وجهكم عندي الهلال، ففي شرع المحبة يا حبيبي زكاة العشق يقضيها الوصال، وصوم الحب يغفر كل ذنب بشرع العاشقين كما يقال. الله الله. وحب المصطفى حبيبي، وحب المصطفى للكل أصل تهيم بسر معناه الرجال. الله الله. عليه صلاة ربي مع سلام، بحال الحب يغشاه الجمال. يا عيوني الله صلوا على
على بدر الدجى رسول الله.